في هذه الأثناء نربط الاتصال مباشرة عبر خدمة الهاتف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبد القادر سوفي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي لك ولكل متابعي قناة دكتور. أولا كيف ترون هذه اللفتة التضامنية وهذا الموقف الجزائري؟ أولا دعنا نقول أن الكوارث الطبيعية هي كوارث ربما ربانية بطبيعة الحال، والجزائر لطالما تعرضت لمثل هذه الكوارث سواء كانت الزلازل أو الفيضانات أو الحرائق، وتعلم جيدا ما معنى هذه الكوارث. لنا فرق تربت من خلال هذه الكوارث على وتدربت على التدخل السريع. فربما الفريق الذي شارك في تركيا في سوريا اليوم هو متواجد على أهبة لأن يذهب لمساعدة إخواننا وأشقائنا المغاربة. وفي الحقيقة ما عسانا إلا أن نعزيهم، ونحن نعلم أن اليوم هو سباق من أجل العمل على إنقاذ أرواح إن وجدت، وتقديم المساعدات اللازمة وتنظيم ربما حتى الحالات العادية نظرا لما تمتع به هذه الخبرة، وخاصة أنه الجزائر والمغرب والشعبين في نهاية المطاف على رغم الاختلافات نحن في إخوة ولنا رابطة قوية. اليوم ربما هذه المحنة التي ألمت بأشقائنا في المغرب، أنا شخصيا جد سعيد لانتصار العقل. لا داعي للكذوب. ربما المساعدة متوجهة للحلفاء الرئيسيين ضد مغربية الصحراء ليبيا، رغم أن صديقكم في التمويل ديال بوليزاريو والقذافي مات الله يرحمه. تبغى ديروا صورة أن الجزائر هذه قضية دبلوماسية، بغيتو تبينوا أنكم نتوما بغيتو تساعدوا المغرب والمغرب بلد صديق، هذه هضرة خاوية. منذ قطع العلاقات يد ممدودة من طرف جلالة الملك ما كاينش رد رسمي من طرف الجزائر إلا حاجة وحدة: نتوما الأولين في المحافل الدولية اللي كتبينوا الأطروحة ديال بوليزاريو. المؤسسين ديالها نتوما نيت ضد مغربية الصحراء من أجل تفريق إفريقيا والدول ديال العالم. أو حق القبائل هما الأولين، أو حق القبائل أول الاستقلال ديالها ديك الساعة تشوفوا المغرب. المغرب من طنجة للقويرة في انسجام الحمد لله. عندنا ولا ما عندناش، مهم واحد ما تيفوت واحد، وهادشي داركم في خاطركم.